في الفيديو ده عايزين نبدأ نشوف مع بعض ازاي هقدر اعمل تاج للحديد بتاعي للبلاطات على الريفت من غير ما ابدأ ان انا استخدم البارامترز بتاعتي بتاعة السوفيستيك خالص، يبقى كله لريفت 24 وريفت 25. هنعمل بقى ده ازاي؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض ان شاء الله النهاردة. طيب، قبل ما ابدأ فانا محتاج اعرف الشكل اللي انا هوصل له ده هيكون عندي عامل ازاي. فلو جينا وبدأنا إن إحنا نبص من هنا هتلاقي إن ده كده الشكل اللي موجود معايا واللي أنا عايز أبدأ إن أنا أوصل له. فأول حاجة موجودة معايا هي الريبار نمبر، معايا الكوانتيتي، معايا الدايمتر، وكمان معانا السبيسنج. وفي كومنت بقى لو أنت عايز تبدأ تميز الحديد بتاعك، عايز تكتب B1 B2 T1 T2 وهكذا. وفي الآخر خالص هتلاقي إن إحنا معانا البار لينس. طيب، خلونا بقى نبدأ نشوف هنعمل الكلام ده ازاي على برنامج الريفت. ففي البداية خالص هبدأ ان انا هفتح الريفت بتاعي وهبدأ ان انا اكريت فاميلي جديدة هبدأ استخدمها في التاج. فعشان اكريت الفاميلي هاجي هنا من فايل وهقول له والله تعالى نعمل نيو، وهختار من هنا فاميلي. هيجي يسألك والله يقولك انت عايز انهي فاميلي من اللي موجودة قدامك دي. فاقول له والله ان انا هبقى عايز الاستراكشر ريبار تاج، بس انا مش لاقيها موجوده قدامي. طيب هعمل ايه في حاجه زي دي؟ اقول لك كل اللي هنعمله بس ممكن نيجي هنا ونبدا ان احنا ندخل مع بعض في انوتيشن، وهاجي من هنا وهختار جينيريك تاج. بعد ما اختار جينيريك تاج هقول له تعالى اعمل لي من هنا اوبن. طيب انا الفاميلي اللي انا فتحتها دلوقتي دي هي عباره عندي عن جينيريك تاج، انما الفاميلي اللي انا عايز ابدا استخدمها هي structure repar tag. فانا عايز اغير التايب بتاع الفاميلي دي او الكاتيجوري اللي بيبدا يتاج بيها الفاميلي دي. فهاجي بقى ادوس معايا كده من هنا واقول له تعالى واختار لي من هنا structure repar tag. هتلاقيها موجوده معانا تحت زي ما هي موجوده هنا، وهقول له والله اوكي. يبقى انا كده خلاص حولت الفاميلي اللي موجوده قدامي دي لستراكشر ريبار تاج. طيب انا عايز ابدا ان انا بقى احط الليبلز او ابدا ان انا احط التاجز اللي انا هبدا استخدمها معايا في الفاميلي بتاعي للحديد. فزي ما شفنا هنا ان احنا عايزين البارامترز الموجوده دي، فهبدا ان انا اكريت ليبلز فيها البارامترز دي وهبدا استخدمها في التاج. فهاجي من كرييت اقول له والله تعالى اعمل لي ليبل. انا عايز اول حاجه الرقم اللي هيميز الحديد بتاعي اللي هو الريبار نمبر. في ناس تانية ممكن تقولك اللي هو المارك، بس انا هنا عشان بستخدم دلوقتي بقى الريفت 24 من غير سوفيستيك او اي حاجه، فهاجي من هنا هقول له والله تعالى اعمل لي ليبل واختار لي الريبار نمبر. ده كده الرقم اللي بيميز السيخ بتاعي. وممكن اجي في السامبل فاليو كمان اديله كده اي رقم من هنا بحيث ان هو يبقى ظاهر قدامي وهقول له اوكي. هتلاقوا ان هو نزل قدامنا زي ما احنا شايفين دلوقتي كده. وممكن كمان بالمرة ابدأ ان انا اعمل كرييت واقول له لاين، وتعالى نبدأ ان احنا نحط كده زي دايرة حوالين التاج بتاعي. بس خلي بالكوا هنا ان اليونتس اللي موجودة عندي في التاج دي هي بالفيت والانشز. فانا عايز ابدأ احول الكلام ده بالملي عشان يبقى دي الوحدات اللي انا بتعامل بيها. فهاجي من يونتس اقول له يو ان، وهاجي من اللينس اختار من هنا اقول له والله تعالى خلي لي دي ملي مترز واخليها 0 ديسمال بليسز وهقول له تمام اوكي اوكي. لما هاجي هدوس من هنا هتلاقي ان هو ظبط لك الدنيا عندك في اليونتس انها تبقى زي ما احنا شايفين بالمتر. انا هقول له لا انا عايزها بالمليمتر. اوكي اوكي تمام. بعد كده بقى عايزين نبدأ ان احنا نكمل في الليبلز بتاعنا. فهاجي برضو من create اقول له والله تعالى نعمل ليبل، وهبدأ احط باقي البارامترز اللي موجودة عندي. فاول حاجة هتبقى موجودة معانا هي الكمية. هلاقي عندي انها موجودة عندي هنا quantity، ممكن احطها مثلا 15 كده في السامبل فاليو. بعد كده هتلاقي موجود معاك البار دايمتر، فهختاره من هنا واقول له والله بس تعالى حط لي قبله تي، وممكن مثلا احط في السامبل فاليو معايا قيمة 12. بعد كده هتلاقي ان احنا كنا عايزين نبدأ نحط السبيسنج، فهاجي كده هدور على السبيسنج معايا من هنا وهبدأ احطها واقول له خليها لي مثلا 300. وهتلاقي عندك هنا في البريفكس هقول له والله حط لي قبلها اد. البريفكس ده هي الحاجة اللي انا بحطها
قبل الفاليو اللي بتبقى موجوده معايا. يعني مثلا انا عندي 300 انا عايز احط قبلها ات، عندي 12 اللي هو البار دايمتر عايز احط قبله اللي هو التي اللي هو الانديكيشن بتاع القطر. تمام. بعد كده هاجي بقى وهبدأ ان انا هبقى عايز احط الكومنت، بحيث ان انا ده اللي انا هحط فيه عندي P1 او P2 او T1 او T2 اللي هيبدأ يفصل لي او يميز لي ما بين الحديد وبعضه. فاقول له والله تعالى من هنا خلي لي ده كده معايا من هنا يبقى T1 مثلا، وهحط قبله شرطة، وعايز احط كمان بعده شرطة. هيبقى معانا بقى دلوقتي اخر حاجة خالص وهي البار لينس. فهاجي من هنا وهختاره واقول له والله ان البار لينس بتاعي ده طوله 12 متر. في البريفكس عندي من هنا هقول له عايزك تحط لي اللي يساوي. يبقى انا كده خلاص خلصت التاج بتاعي. هتلاقي ان التاج بتاعنا نزل بالشكل ده، بس خلي بالك ان انت التاج هنا هتلاقي ان التكست ده موجود معايا في النص. انا عايز لا التكست ده يبدأ معايا من على الشمال. فهاجي هدوس على الليبل وهقول له من الهوريزونتال الاين تعالى خلي لي الكلام ده يبقى معايا ليفت، عشان ابدا ان انا احطه هنا عندي جنب ريبار نمبر. يبقى انا كده خلاص والله قدرت ان انا اكريت التاج بتاعي. طيب ما تيجي نبدا ان احنا نلود التاج ده في المشروع بتاعي، بحيث ان انا هبدا ان انا اشوف ايه المشاكل اللي ممكن تظهر لي فيه وهبدا ان انا احلها ازاي. بس قبل ما هعمل ده هقول لك تعالى بس نعمل من هنا فايل واقول له سيف از فاميلي، وهبدا ان انا اكريت فولدر كده احط فيه الفاميلي عشان ما بوظش الفاميلي اللي انا كنت بدات اشتغل عليها. اقول له والله دي عايزها 2D فاميلي، واقول له من هنا دي structure، اقول له مثلا rivet structure rebar tag، واقول له والله تعالى اعمل لي سيف. هنعمل الكلام ده معايا load into project. هتلاقي ان هو خلاص والله نزل معايا. عايز بقى ابدا ان انا استخدمها، فاقول له والله تعالى من هنا اعمل لي تي جي، وهعمل تاج للحديد بتاعي. هتلاقي دي كده الفاميلي اللي انا لسه مكريتها. طيب هندسه دلوقتي وانا شغال الكلام بتاع الملي ده مضايقني وعايز ابدا ان انا اشيله. فهشيل الكلام ده ازاي؟ فاقول لك والله برضو هنعمل من هنا edit family، وهاجي هقول له edit label، وهبدا ان انا اعدل في اليونتس بتاعي بتاعه البارامترز اللي موجوده عندي هنا. فمثلا البار diameter انا مش عايز ان هو يبقى ظاهر معايا ومكتوب لي كده زي ما هي موجوده هنا ان هو جنبه ملي. فهبدأ بقى اخش هنا زي ما قلت لك في الفاميلي وادوس عليها واقول له edit label على البار دايمتر عشان اعدل اليونتس بتاعي. هتلاقي في شباك موجود معايا تحت، دوس لي عليه من هنا وتعالى شيل لي التشيك مارك بتاعت use project setting. وهاجي بقى من هنا هختار هقول والله ان انا كده كده الوحدات اللي انا شغال بيها دي بالملي، وخلي لي الراوندنج 0 decimal places. والحته بقى اللي بتبقى مسؤوله عني عن اليونت سيمبل انها تظهر اللي هي العلامه بتاعه المليمتر هي بتبقى الحته دي. فاقول له والله تعالى خليها لي من هنا نون واقول له اوكي. ونفس الكلام برضو هعمله معاكم في السبيسنج، خلي الوحدات دي بالملي واليونت سيمبل معايا اخليها اتاكد من هنا انها نون. هعمل ده برضو في البارلينس، اقول له والله تعالى خليها لي بالملي وزيرو وهتأكد انها نون، هقول له اوكي وهقول له اوكي. يبقى انا كده خلاص ظبطت الفاميلي بتاعي. هسيبها بس تاني كده واقول له والله تعالى اعمل لي لود انتو بروجكت واعمل لي من هنا اوفررايت. بص اللي حصل، هتلاقي ان هو هنا خلاص ظبط لك التاج بتاعك زي ما انت عايز. وعامل حاجة برضو لذيذة خالص، ان انت الكومنت عندك دلوقتي ده انا مفيش عندي في الكومنت ده value. طب لما انا مفيش عندي في الكومنت ده value هتلاقي ان البريفكس والسفكس مش موجودين معايا، فبالتالي ده هيسهل عليا جدا في الشغل. انما بص هنا لو انا جيت حطيت مثلا اي حاجة من هنا في الكومنت هقول له اوكي، هتلاقي ان هما هيبدأوا يظهروا معايا. وبكده خلاص احنا قدرنا نشوف مع بعض ازاي هنقدر ان احنا نعمل التاج بتاع الحديد بتاعنا